عملنا وصفات طبخ كتير كلها جميلة جدا. النهاردة هنعمل وصفة اقتصادية جدا سريعة جدا، مش تاخد وقت خالص معاكي. لو مستعجلة ومش عارفة تطبخي ايه، دي اسرع اكلة ممكن تعمليها بمكونين، ما بتاخدش وقت خالص على البوتاجاز من فوق من غير فرن. دي اكلة المستعجلين. لو بالليل في برد الشتاء ومحتاجة اكلة سخنة يبقى هي الاكلة دي. اول حاجة عندي بطاطستين بالطريقة دي. بصوا، بنزل اقطعهم زي الشرايح، ما منزلش لتحت خالص اهي، شايفين؟ بعد ما بقطعهم كده باجي هنا، بصوا، ببدأ اعملها مكعبات صغيرة بالطريقة دي، وبعمل البطاطساية التانية بنفس الطريقة. فتعالوا نسمي بسم الله ونصلي على رسول الله ونشوف الوصفة بتاعتنا. بعد ما بقطع البطاطس كلها بالطريقة دي، حابة تحط بطاطستين 3 بطاطسات، الكمية اللي انت حباها حطيها. حابة تحط بطاطساية واحدة بتبقى جميلة جدا. فهنيجي هنا على البوتاجاز، عندي معلقة كبيرة من السمنة، وعندي هنا معلقتين كبار من الزيت. بعد ما بيسخنوا معايا ببدأ انزل بالبطاطس بعد ما شطفتها، وببدأ اديهم تشويحة على نار عالية. واحنا وبنشوح البطاطس هننزل عليها بمعلقة كبيرة من الملح، طبعا دلوقتي اديتها التشويحة زي ما انتوا شايفين، خدت تشويحة على نار عالية لمدة 5 دقايق بالطريقة دي. دلوقتي هبدأ انزل عليها بمعيار المية، وهنزل عليها بنص كوباية من اللبن لو اللبن متوفر عندك، وهسيبهم دلوقتي يغلوا زي ما انتوا شايفين. خلاص غلت معايا. هنبدأ دلوقتي ننزل بالرز. الرز ده طبعا انا غسلته ونقعته لمدة ربع ساعة، على بال ما قطعت البطاطس وشوحتها كانت نقع معايا، فببدأ انزل بالطريقة دي على طول. طبعا انا عامله 3 كوبايات رز، هنزل لهم 3 كوبايات ونص من الميه. شايفين الجمال؟ هو كده عياره مظبوط، وبتظبط الملح عندي خلاص مظبوط. دلوقتي هبدا اغطي عليه واسيبه لحد لما يبدا يغلي. اول ما يغلي بهدي عليه النار وسط. اول ما بيغلي معايا على طول بالطريقه دي بديله كده تقليبه، وبهدي عليه النار وسط واسيبه لحد لما يبدا يتشرب. في المرحلة دي بقى بصوا، هبدأ اهدي النار عليه على الاخر واسيبه لحد لما يتلدن معايا. وهو وبيتلدن طبعا عندي هنا قشطة شايلاها من على وش اللبن. بصوا، ببدأ انزل بيها بالطريقة دي، بتحط الكمية المتوفرة عندك. بصوا بيبقى طعمه والله العظيم جميل جدا. مش متوفر عندك قشطه وحطيت نص كوبايه اللبن او كوبايه لبن مع معيار الميه اللي انت نزلتيه عشان تسوي الرز، برضه هيبقى جميل جدا. بس القشطه بتخلي طعمه غني جدا وجميل جدا. النهارده هتعملي اطعم من المعمر واسهل واسرع من المعمر على البوتاجاز بطريقه سهله جدا وسريعه جدا، وطعمه جميل جدا. بس كده هغطي عليه واسيبه لمده من 10 دقايق لربع ساعه يتلدن والرز يستوي، وبعد كده نبدا نقدمه مع بعض. وهو بيتلدن كده والقشطه ساحت على وشه، ببدا اديله تقليبه عشان القشطه والرز يتشرب من القشطه كويس قوي. شايفين الجمال؟ شايفين الوصفه عامله ازاي؟ بس كده، وبغطي عليها واسيبها كمان 5 دقايق، وبعد كده بطفي عليها النار. طبعا الرز بتاعنا خلص. بصوا، حاجه تشهي النفس على الاكل، حاجه جميله جدا، ريحته خيال. طبعا هنبدا نغرفه. الرز ده يتغرف كده بالليل في السقعه على صينيه، والكل يتلم حوالين بعضه، بيبقى طعمه جميل جدا، بيدفي، طعمه جميل جدا، ما بياخدش وقت خالص على البوتاجاز. كده الوصفة بتاعتنا للنهاردة خلصت. الوصفة بمكونين اساسيين اللي هما الرز والبطاطس بس كده. اما بالنسبة للمية، هو بيتعمل بمية بس لما بتحطي له نص كوباية اللبن او بتستبدلي كوباية لبن مكان كوباية المية، بيبقى طعمه جميل جدا كأنك بتاكلي معمر. لو حابة لو عندك قشطة متوفرة وحابة تحطيها، بجد بتطعمه بطريقة غير طبيعية.
يبقى انا عملت 3 كوبايات رز، قطعت بطاطستين كبار شوحتهم على النار مع سمنه وزيت، بعد كده نزلت عليهم بمعيار الميه. ال3 كوبايات رز حطيت لهم 3 كوبايات ونص من الميه. حابه تستبدلي من ال3 كوبايات، لو انت عامله 3 كوبايات رز، لو حابه تستبدلي كوبايه من الميه بكوبايه من اللبن طعمه بيبقى خرافه. عندك قشطه حطيها في الاخر وهو بيتلدن يشرب من القشطه وبيبقى طعمه جميل جدا. فالوصفه اكتر من رائعه، ما بيبقاش مفلفل، بيبقى بصوا بالطريقه دي حاجه جميله جدا، شارب كله من بعضه. بالنسبه للبطاطس، البطاطس احنا بس بننزل الميه اول ما بيغلي على طول بروح منزله الرز، لان البطاطس مقطعاها صغيره فما بتاخدش تسويه خالص. يعني ما بسيبهاش تغلي فتره مع الميه على النار وبعد كده انزل الرز، لا بنزل الرز على طول مع الرز هو وبيغلي، وبعدين لما بيتلدن البطاطس بتبقى استوت بالطريقه دي وبتبقى جميله جدا، فما بياخدش وقت خالص معايا. الوصفة خيال وحصريا على قناتي. اتمنى بجد تكون وصفتي للنهاردة عجبتكم. لو عجبتكم الوصفة لايك وشير للفيديو وصلوا على رسول الله.